تفتكروا إن في قرية صغيرة محدش يعرف عنها حاجة ممكن يتولد فيها أعظم شخص في التاريخ؟ طب خليني أحكي لكم القصة. انتوا عارفين إن في نبوة دقيقة جدا لدرجة إن هي بتحدد المكان اللي هيتولد فيه السيد المسيح؟ والنبوة دي في سفر ميخا إصحاح 5:2، واللي بتقول فيها: أما أنت يا بيت لحم أفراطة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج إلي الذي يكون متسلطا على إسرائيل، ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. يعني ملك الملوك هيخرج من قرية صغيرة اسمها بيت لحم. وده اللي حصل بالظبط. بعد حوالي 700 سنة اتولد السيد المسيح. والنبوة دي بتكشف لنا قد ايه ربنا بيحب التواضع، لأنه اختار بيت لحم صغيرة جدا دي عشان يجي منها المخلص. معنى كلمة أفراطة يعني مثمرة والخصبة، وده يورينا إن المكان الصغير دوت هو اللي جه منه أعظم بركة للعالم كله. والجزء اللي بيقول مخارجها منذ القديم منذ أيام الأزل، دي مش مجرد إشارة لميلاده لكن لألوهيته. كمان يعني اللي هيجي من بيت لحم صغيرة دي هو الله الأزلي اللي موجود قبل الخليقة كلها. وده نفس اللي احنا بنقوله في قانون الإيمان: مولود من الآب قبل كل الدهور. واتحققت النبوة دي لما المجوس جم وسألوا الملك هيرودس: فين المولود ملك اليهود؟ فالملك هيرودس جمع الكهنة والكتبة وسألهم، فجاوبوه بالنص من النبوة دي في بيت لحم اليهودية، متى إصحاح 2 آية 5 و6. يعني حتى الكتبة في زمن السيد المسيح كانوا عارفين النبوة دي كويس واستشهدوا بيها كدليل على مكان ميلاده. وهنا نتعلم إن المجد الحقيقي مش في الحجم أو الشهرة لكن بحضور ربنا. وده نفس الكلام، بيت لحم كانت صغيرة وسط قبائل يهوذا، لكن لما السيد المسيح اتولد فيها بقت معروفة في العالم كله. والمدينة الصغيرة دي خرج منها النور الكبير، والنبوة اتحققت والمسيح اتولد فيها.